أين قال المسيح أنا الله فاعبدوني؟ السؤال ده بيتكرر كتير. فين قال المسيح أنا الله فاعبدوني؟ وكأن لازم المسيح يقول الجملة بالحرف عشان نصدق لاهوته. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات احترت. طيب لو حد دخل عليك يا عزيزي وقال لك أنا أعظم عالم في التاريخ، هتصدقه؟ طبعا لأ، لأنها مش بالكلام لكن بالأفعال. نفس الفكرة، لو المسيح كان قال لليهود فجأة أنا الله، هل كانوا هيؤمنوا؟ لأ طبعا، كانوا هيقولوا عليه مجنون أو كافر. عشان كده المسيح أعلن لاهوته بطريقة محددة من خلال أعماله وإشاراته للنبوات وكلامه اللي يثبت إنه الله، مش بس يدعي إن الله. المسيح قال كلام لو أي حد غيره قاله كان مفهوم كويس بالنسبة لليهود، عشان كده اعتبروه بيجدف. قال أنا والآب واحد في يوحنا 10 عدد 30، وقال الذي رآني فقد رأى الآب في يوحنا 14 عدد 9، وقال لليهود كمان قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن في يوحنا 8 عدد 58، وده لقب الله نفسه لما قال لموسى أنا كائن في خروج 3، وده معناه إنه أزلي، والأزلي الوحيد هو الله مش مجرد نبي عادي. اليهود نفسهم فهموا إنه بيقول إنه الله لما قال أنا والآب واحد، وحاولوا يرجموه ساعتها. وفي يوحنا 10 عدد 33 بيقول لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. والمسيح ما كانش بيتكلم من فراغ، لكنه كان بيشاور عن النبوات اللي اتكتبت عنه، واليهود كانوا فاهمينها كويس. زي ما قال في لوقا 24 عدد 27 إنه فسر لتلميذي عمواس كل النبوات المكتوبة عنه في العهد القديم، وكمان قال لأنكم إن كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني في يوحنا 5. مش بس كده، المسيح ما كانش ممكن يقولها مباشرة بالطريقة اللي البعض بيتخيلها، لأنه ببساطة كانوا هيقتلوه فورا بتهمة التجديف من قبل ما يكمل رسالته، لكنه استخدم كلمات وأفعال بتوضح هويته بوضوح وتسيب الإنسان قدام اختيار يؤمن أو يرفض. الحاجة الأهم إنه ما كانش الموضوع مجرد كلام. تعالوا نشوف أعماله كمان. أول حاجة غفران الخطايا. المسيح غفر الخطايا. في إنجيل مرقس الإصحاح الثاني بنشوف إن الرب يسوع غفر المفلوج خطاياه، واليهود نفسهم قالوا إن ده حق لله وحده. حاجة تانية هو إنه قبل السجود، زي ما قبل سجود المولود أعمى في يوحنا الإصحاح 9، وزي ما سجدت ليه المريمات بعد القيامة في متى 28، وده عبادة والمسيح حتى ما رفضهاش. المشهد الثالث يا عزيزي إقامة الموتى، وإنه أمر البحر والرياح، وده سلطان إلهي. المسيح أعلن لاهوته بوضوح، بس مش بالطريقة اللي بعض الناس مستنيينها، لأنه ما كانش مجرد نبي ولا مجرد معلم، لكنه الله الظاهر في الجسد. خليني كمان أسألك سؤال يا عزيزي، سؤال مهم جدا ومحتاج إنك تفكر ومحتاج تكون أمين مع نفسك فيه. هل لو لقيت في الأناجيل إن المسيح قال أنا هو الله هتؤمن؟ يعني أنت مصدق الأناجيل بس هي ما قالتش إن المسيح هو الله، ولا هتدور على مخرج تهرب منه؟ خليني أقول لك يا عزيزي، السؤال الحقيقي مش فين قالها، لكن هل أنت مستعد تقبل الحق ده؟ في نهاية الفيديو لو عندك أي سؤال اكتبه لنا في الكومنتس، ونشوفكم في فيديو جديد من فيديوهات احترت.